مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا وحلقه استثنائيه من برنامج الكره مع محمد صابر. استثنائيه ليه يا محمد يا صابر؟ لان احنا بكره هنبدا المشوار مع النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيمثل حضرتك وبيمثل حضرتك وبيمثل شعب مصر كله من اسكندريه لاسوان. بكره هنبدا المشوار في كاس العالم للانديه بالتحديد في السعوديه وبالتحديد في جده. بكره اللقاء اللي العالم كله مستنيه، العالم العربي والعالم كله مستنيه، نادي الاهلي المصري ونادي اتحاد جدة السعودي. بكرة ان شاء الله هنشوف مباراة عالمية، بكرة ان شاء الله هنشوف مباراة عالمية فيها اخلاق رياضية على اعلى مستوى وفيها فنيات على اعلى مستوى. بصراحة بقى الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي، انتوا عودتونا في كاس العالم للاندية على المركز الثالث، بس احنا طمعانين فيكم اول البطولة دي عايزين نقول للعالم كله هي دي الكرة المصرية وهو ده الشعب المصري وهي دي الكرة المصرية. احنا عايزين ناخد البطولة، ده حقنا. عايزين شعب مصر كله يفرح من اسكندرية لأسوان. عايزين ان شاء الله، واثقين في الجهاز الفني واثقين فيكم جدا، اللي انتوا ان شاء الله هتفرحوا الشعب المصري وهترجعوا من السعودية معاكم بطولة كاس العالم للأندية في السعودية. وبكرة ان شاء الله قلوبنا كلها معاكم، كلنا بكره تيشيرت النادي الاهلي، كلنا بكره من اسكندريه لاسوان التيشيرت الاحمر، تيشيرت النادي الاهلي، كلنا معاكم بكره. طبعا في الحلقه التاريخيه اللي انا كنت مع حضراتكم، انا كنت سعيد جدا النهارده اللي انا كنت مع حضراتكم في الليله التاريخيه دي، وان شاء الله النادي الاهلي بكره هيشرفنا بكره في الماتش بتاع اتحاد جده بمشيئه الله، وهيشرفنا في البطوله وهيفرح الشعب المصري زي السيستم اللي احنا اتعودنا عليه. انا بصراحه بخلص الحلقة وبستنى حضراتكم وآراء حضراتكم، لأني بتعلم من آراء حضراتكم وبتعلم من حضراتكم على صفحات برنامج الكرة مع محمد صابر والإعلامي الرياضي محمد صابر على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب الإعلامي الرياضي محمد صابر. وميرسي جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.